هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني جدا. نفسي اصور بقالي كذا يوم، مش قادره خالص. معلش، انا تعبانه الفتره دي شويه. ف مش قادره يعني اشتغل قوي. بس بصراحه يعني وحشني التصوير، فقلت اقوم بقى ايه، اصور كده اي حاجه. نرغي شويه مع بعض واقول لكم، اعمل لكم بقى ريفيو عن الحاجات اللي احنا عملنا لها انبوكسنج من نون المره اللي فاتت، على ما نشتري حاجه جديده بقى. يعني عم نعمل اوردر جديد بقى ونفتحه مع بعضينا برضه تاني. خلينا نعمل ريفيو صغنون كده عن الحاجات اللي احنا كنا جايبينها. انا كلمتكم خلاص على الديودرنتس، فخلوني المره دي اكمل باقي الحاجه عشان هم يعني كام حاجه كده، مش حاجات كتير. تمام، يلا بينا على طول كده علشان نخلص وقتنا، عشان ما اطولش الفيديو عليكم بس. بصوا، من المره اللي فاتت انا كنت جايبه، كان اللي هو الهير ماسك ده بتاع سوبر كيدز. تمام. الهير ماسك ده المفروض ان انا جبته لزينه وليا، بس هو في الاساس والله انا جايباه ليا. انا ما بستخدمش لزينه اي ماسكات او اي حاجه على شعرها. ما فيش خالص. مجربه قبل كده اجيب لها كريم وبيعمل بيلزق لها شعرها في بعض. هي شعرها ليس، مش مش كيرلي، فمش اي حاجه بتمشي معايا. يعني حاولت كذا مره بس لا ما فيش. وهي صغنونه برضه، يعني هي لسه ما كملتش 3 سنين او 3 سنين يعني. فلا. جربته لها مره، حصل حاجه غريبه قوي انا مش عارفه منه ولا لا. بصوا، في خصله في شعرها، مسكت في بعض كده حرفيا، ما اعرفش ازاي. هي في العادي شعرها بيلبك زي اي شعر يعني، بس لا دي انا قعدت يعني قعدت اعملها لها بالماسك دوت. اضطريت ان انا افكه لها بالعافيه بجد. حرفيا كان ماسك في بعضه ماسكه غريبه. ما اعرفش هو ده من الماسك ولا لا، لان دوت كنت مستخدمه لها قبلها بيوم. فما اعرفش بقى هو السبب بصراحه ولا لا، عشان ما اقدرش احدد يعني. بس بالنسبه لي انا بقى استخدمته، تحفه. حرفيا والله العظيم، والله تحفه تحفه تحفه. بصوا، مش اعلان طبعا، انا ما بعملش اعلانات اصلا، بس بجد. بصوا، انا شعري زي ما قلت لكم قبل كده، اللي هو مش كيرلي مش ويفي ومش ليس، بين البنين كده بس بيهيش. فدي اكتر حاجه بتضايقني. فبجد الماسك ده بيخلي شعري طري قوي، خصوصا ان هو اتبهدل من الصبغه الفتره اللي فاتت جدا. فانا استخدمته، لما استخدمته تاني يوم طبعا كان شعري ناشف ومفيش اي حاجه، وما كنتش حاطه سيرم بقى ولا اي حاجه خالص على شعري، وكان شعري طري جدا. فبجد هو حلو وعجبني انا اصلا، وهستخدمه لنفسي يعني مش هستخدمه لزينه. فده جبته ساعتها، واصلا كان نازل بسعر حلو قوي، كان ب 110، وكان عليه ساعتها خصم برضو اكتر كمان من الخصم دوت. كان واقف ساعتها ب 96 جنيه، فما فيش اصلا هير ماسك بالسعر دوت و300 جرام. تمام. فلو عايزين تجربوه نزل عليه عرض ابقوا هاتوه يعني. ولو عندكم يعني الاطفال اللي عندكم مثلا شعر كيرلي شويه او ويفي، اعتقد انه هيمشي حلو قوي، هيبقى جميل معاهم قوي قوي يعني. ماشي. تاني حاجه، هي مش حاجه انا كنت جايباها المره اللي فاتت، كنت جايباها من كذا مره، بس انا ما كنتش عامله عنه ريفيو لاني كنت لسه ما جربتش استخدمه فتره. هو حاليا اصلا يعتبر خلصان. هو من ضمن الشامبوهات اللي هو بتاع آه تريكو تريكو اكس، اللي هو بتاع ديرماكتيف ده. تمام. ده المفروض ان هو شامبو للقشره، وفي نفس الوقت ما فيهوش سلفيت. يعني ايه، هو استخدام يومي. بصوا بقى، انا ما اعرفش هو هيعمل حاجه للقشره ولا لا، علشان انا حاليا كنت متعالجه طبعا من القشره الفتره اللي فاتت، لما كنت جايبه بتاع، هو الشامبو اللي انا جايباه كان نوع ايه، فيتشي. نسيت معلش. بتاع فيتشي كنت دافعه فيه فلوس كتير قوي قوي، والله زعلان. وبعدين انا كمان ما بحبش اشتري حاجات مستورده كتير وكده علشان مقاطعه وبتاع. بس كان فروه راسي متبهدله حرفيا ومتعوره وكده، عشان القشره عندي كانت دهنيه وجربت شامبوهات كتير قوي من اللي عندنا في مصر وما نفعتش خالص معايا. فاضطريت ساعتها ان انا اشتريه، وكنت جايبه ب 800 جنيه. مش قادره اتكلم بقى عن 800 جنيه. المهم، فانا معرفش ده بيشتغل على القشره ولا لا، بس هو المفروض ان هو للقشره. الفكره انا جايباه علشان هو ما فيهوش سلفات وانا كنت محتاجه شامبو. بصوا، خلونا نتكلم الاول في الايفكت بتاعه. الشامبو ده تحفه جدا، بينضف الشعر حلو، وهو ما فيهوش سلفات وما بينشفش الشعر. فانا مش محتاجه اكتر من كده. المستفز بالنسبه لي حرفيا، بصوا يا بنات، الشامبو دوت 200 مللي.
خلاص. الشامبو ده ما بيرغيش، اللي هو بصوا انا بقعد ايه، بحط منه كميه مهوله عشان يقعد، عشان بس اعرف انضف بيه شعري. هي دي مشكلته بالنسبه لي، اللي هو انا ليه لازم احط كل الكميه دي علشان ينضف الشعر؟ مش فكره بقى ان هو ما فيهوش سلفات، لا، ما انا كنت يعني كلمتكم عن شامبوهات بستخدمها ما فيهاش سلفات، وبجد ما كنتش بضطر استخدم الكميه دي ابدا. الشامبو ده انا حرفيا بملى كف ايدي منه مره واعمل شعري مفيش، او ماليه تاني وعامله شعري تاني، عارفين؟ علشان يبتدي بقى يقتنع ان هو المفروض ينظف الشعر او يعمل رغاوي. فدي مشكلتي بالنسبه له، وهو 200 مللي، ومثلا ما يعني ممكن يخلص في شهر اقصى حاجه، وهو اصلا ب 185 جنيه، فلا كتير. تمام، يعني في حاجات احلى منه واكبر منه. يعني لو هتدفعوا مثلا 300 جنيه في شامبو 500 مللي وما ما بتضطروش تاخدوا منه الكميه دي كلها، احسن ما تجيبوا ده. ده رايي. لو عملوا منه يعني عبوه كبيره وسعرها معقول ماشي، لكن غير كده لا، بجد مش حلو في فكره ان هو بتضطري تستخدمي منه كميه. تمام. آه. ايه تاني؟ بصوا نرجع بقى الحاجات اللي احنا جبناها. طبعا مش هننسى مع بعض البرفيوم بتاع الرحاب اللي هو ديالا. البرفيوم ده مش عارفه اظهر لكم ولا لا كويس في الكاميرا. تمام. البرفيوم ده بقى خلونا نتكلم على ايه. اول حاجه ريحته الجميله. البرفيوم ده مش شجري بس، إيه هوصف ايه؟ بصوا هو في فانيلا وفي ورد بس مش قوي، يعني في حاجات كده على بعضها، يعني مديه نعومه كده، لدرجه ان اللي هو ايه، رشوه على المخده بتاعتكم كده وعلى نفسكم كده وناموا. انتوا فاهمين؟ بجد ناعم، هادي، ما بيغممش النفس كده ويخليكي تصدعي زي برفانات بتبقى مش اللي هي المسكره دي، لان انا ما بحبهاش. لا ده جميل وهادي وحلو وكل حاجه. نتكلم على الثبات. بصوا هو انا ما خليتوش فعلا يقعد بقى لسه اللي هو زي ما بيقولوا يتعتق وكده. انا حبيت بس اجربه الفتره اللي فاتت دي عشان اعمل لكم ريفيو مبدئي لو انتوا عايزين تجيبوه، لان هو رخيص. فانا قلت ايه اقول لكم. بصوا ثباته كانه مثلا ميست او سبلاش، مش برفيوم. يعني ثباته مش عالي قوي. ممكن مثلا يقعد معاكم مثلا تفضلوا شامينه ساعتين ثلاثه قوي، يعني شامينه فيكم كده، بعد كده يبتدي يهدى، يفضل في الهدوم ما بيروحش، بيفضل مثلا كام ساعه كمان، ممكن مثلا يقعد 12 ساعه، وبعد كده ايه يروح بقى من الهدوم. بس هو بتفضل ريحته في الهدوم شويه، ولو انتوا حاطينه على هدوم وشايلينها في الدولاب وطلعتوها بعد يومين هتلاقوه موجود فيها عادي، ما بيروحش، ما بيطرش من الهدوم لو انتوا شايلينها وهتلبسوها. فلا هو لذيذ وبيعمل اللي عليه بصراحه كسعر. يعني خلينا منطقيين، لما يبقى ب 160 جنيه ولا ب 170 جنيه 50 مللي وبيثبت مثلا 12 ساعه في الهدوم، فلا هو حلو بالنسبه لي. وممكن كمان زي ما هما بيقولوا لو اتعتق فتره اطول من كده يكون بيثبت اكتر من كده، فاحنا الكسبانين. وريحته بجد حلوه جدا. وانا ان شاء الله ناويه اجرب يعني روايح تانية منه، لان هو عندهم روايح كتير قوي. وانا بما ان ده عجبني فلا هجرب ادور على ريحه تاني برضو كده، اشوف النوتس بتاعتها واشوف هتعجبني ولا لا، ولو كده اشتريها وبقول لكم برضو عليه. نيجي بقى لاخر حاجه، الميزان اللي انا ما كنتش عارفه اشغله بسبب ان انا ما كنتش جبت حجر. يعني مش عارفة الفيديو ده هيكمل أصلا معانا ولا نزلكوا في شورت ولا ايه. بصوا خلينا ايه نشوف نجرب. هنجربه بس كده في السريع. بصوا يا جماعة أنا شغلته، حطيت فيه الحجر هنا زي ما وريتكم، بتحط فيه الحجرين القلم دول اهو. مش عارفة. بصوا بقى، أنا معرفش الزراير دي لسه بتعمل ايه، اللي هي هو ده ولا ده اللي هو المود والتيرن، بس بيشتغل كده. بتدوسوا اون، ولما تحطوا تدوسوا اوف عادي وما بيفضلش شغال. بصوا هو بيوزن حلو. بصوا هو طبعا عشان انا ماسكاه، بصوا هتلاقوه بيقعد يعد ويعمل عشان طبعا بنحركه. بصوا انا مش عارفه اوريكم فكره دلوقتي هو بيوزن ازاي، بس انا هبقى اصور لكم شورت كده وانا مثلا بوزن عليه اي حاجه اصوره لكم واوريكم يعني الدقه بتاعته عامله ازاي. بس انا لما جربته هو حلو، يعني هو لذيذ. بتطفوه عادي كده لما تشغلوه من هنا، بتطفوه بعد ما تخلصوا خلاص. المود ده اعتقد ان احنا بنغير اللي هو
الجرامات وكده تقريبا كده. تمام. فبس كده انا بردك هبقى اصوره لكم زي ما قلت لكم، وانا بوزن مثلا حاجه اوريكم. المفروض ان هو بيوزن لحد 10 كيلو. مبدئيا هو حلو، مفيش اي مشكله، ومجربه كذا مره وطالع معايا كويس والنتيجه بتاعته كويسه. يعني بيوزن حاجات صغننه قوي، لو جرام هيوزنه. تمام، حساس جدا يعني. بس وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تشتركوا في القناه، تتفرجوش وتمشوا، عشان بس يعني ننزل فيديوهات كتير. انا في ناس بتتفرج وما بتشتركش ليه بقى، انا ما اعرفش بصراحه. خلوني اعمل لكم ان شاء الله فيديو جاي عن ريفيو عن حاجات تانية جديده. وانتوا اكتبوا لي في الكومنتات يعني عايزين نعمل فيديو عن ايه، حابين نجرب حاجه معينه مثلا، نتكلم عن موضوع معين. يعني اقترحوا عليا كده، عشان انا ساعات بحس ان انا من كتر التعب ما عنديش افكار. ماشي. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي.